السلام عليكم الاخوان، معكم عبد اللطيف ديهاج. غنشرح لكم الفكره اللي جاتني ديال الرص على الخشب 100% بالخشب الطبيعي. كما قلت لكم كنحفر البلاكاج وكيدخل بزاف ديال الحرفيين سولوني على الطريقه، قال لك راه صعيبه وصعيبه بزاف. شي بعض الاخوان اللي قالوا لي مستحيل زعما ترص على الخشب بلاكاج اللي رقيق بحال هذا. انا نوريكم التطبيق ان شاء الله مباشره. الفكره جاتني هي صراحه كيكون بالنسبه لي انا كيكون اعتداء على الخشب، لا رصعناه بالنحاس ولا بالمعدن ولا بالصداف ولا بمجموعه من الاشياء اللي كترصع بها الخشب. صراحه الموازيك المصري الموازيك السوري في دمشق اللي صراحه معروفين بهذاك الفن ديالهم. الحمد لله غنحاولوا باش ننافسوهم ونجتهدوا باش ننافسوهم ان شاء الله. كما كتشوفوا وتبارك الله كيجيو خطوط رقيقه، كيجيو رائعه. كيكون الحفر ديال الخشب كما شفتوا معايا، الخشب ديال الليطر راه كيكون صلب، يعني صعيب باش تحفري. بالنسبه لهاد البلاكاج الاخوان اللي قالوا مستحيل دير، غيكون التطبيق امامكم ان شاء الله. كما قلت لكم بلاكاج راه في الغلط ديالو 5 ملم وما يمكنش يدخل اقل من 3 ملم، يعني ممكن يدخل 3 ملم او اكثر. صراحه ما يمكنش تزين الخشب الا بخشب طبيعي باش تكون لوحه فنيه 100% طبيعيه. بالنسبه للناس العشاق اللي كيعشقوا الصناعه اليدويه 100% صناعه يدويه، فراه هاد الطريقه هذه تبارك الله كتجي انيقه ويعني مضمون 100% خد اعمال يدويه. يعني ما يمكنش تخدم شي حاجه بالروبو ولا تحفرها بسي ان سي ولا هذا، يعني ضروري غتحفرها مربوع رقيق بحال هذا. وبلاكاج باش نشرح للحرفيين، بلاكاج راه فاش كيكون طول هكا كيكون صلب، يعني فاش غتحاول تدخليه في العود كيكون صلب كيعاونك في الخدمه.